كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، ورمضان كريم. موضوع النهاردة عن طفولتي في رمضان. ثواني لو هتصوم السنة دي اعمل لايك، ولو مش هتصوم يبقى الشيطان قاعد معاك. ويلا نبدأ. واحنا صغيرين في رمضان كان لازم نصوم اليوم كله، وطبعا ده كان صيام الحجة. يعني ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هتعرف دلوقتي. واحنا صغيرين في رمضان ما كناش بنقدر نصوم اليوم كله، فكنا بنصوم نصه، وهو ده صيام الحجة. كان عندي أخت صغيرة طول أيام رمضان بتفضل تاكل، وخصوصا السمبوسة. لا وعارفين لما في البيت يبقى فيه طفل رزل؟ أيوة يا جماعة، طفل رزل بيبقى مش ممكن. كانت تاكل تشرب تطلع لسانها، يعني حرام. وطبعا كان بيبقى فيه أيام أنا ببقى صايمة صيام الحجة، بس ما كنتش بحبها تعرف. عارفين ليه؟ هي إذاعة يا جماعة، إذاعة. يعني ايه برضو؟ يا برقوق، انت شخصيتي الخيالية المفروض تبقى عارف انا هقول ايه. ولا ده مع رايلي بس؟ يعني انا مش فاهمة، مش معايا انا ليه؟ خلاص ما تزعلش. يعني بتعرف الناس كلها اي حاجة بتحصل في البيت، وخصوصا معايا انا. وعلشان كده فكرت في اختبار الجلد، تقرص الجلد اللي في منتصف الصباع وتشده لفوق، وطبعا لو انا صايمة بيسيب بالتدريج. ايوه شايفاكوا انتوا يلي بتجربوا الحركة، ايوه بالظبط كده. واللي عارف الحركة دي وجربها قبل كده يسيب الايموجي ده. ولو الجلد ساب بسرعة بس لقد وقعنا في الفخ. تمت الفضيحة بنجاح، وتبدأ الفقرة. يا فاطر رمضان يا خاسر دينك، كلبتنا السودا هتقطع مصارينك. وتفضل كده اليوم كله، واللي في البيت كلهم يعرفوا، وممكن اللي في الشارع كمان. وهل انتوا كنتوا زي نفس الأغنية الجميلة دي ولا؟ سيبولي ده في الكومنت، واستنوني الفيديو اللي جاي، ويلا باي. باي يا جماعة، ما تنسوش اللايك. ورمضان كريم.